مستحيل به يتقبلها العقل، لان كل القوانين والتشريعات العالميه حتى الدين نتاعنا يقول من قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إليه. ما قالكش دير الحبس ولا ديروا مجرم، وهذه كلمة التي تسيء للسمعة تاعنا بزاف، لأن نحن الدورة الدموية تاع الاقتصاد الوطني تسيء للسمعة تاعنا بإرهاب، تسمونا إرهاب حتى الشعب باش الناس يتقبلوا القوانين هذه ويستاهلوا هذه الأمور. احنا ما نستاهلوا، احنا رانا يعني محترفين، يعني سائق محترف، يعني غدوة واحد تكلاطي له روضه يجي يدخل لي تحت الرموركه روح الحبس. ما غير معقول. احنا نطالبوا من الجهات المعنيه اعاده النظر في هذا التشريع اللي هو كاع ماهوش في بلاصتو كامل وغير قابل للتطبيق. هذه وحده، انا نروح نخدم ماشي باش نروح للحبس. وخاصه هذه الاتاوات وهذه الاخرى تاع 1300 و1500 وتاع المابس هذه ومنا كلش فيها 1200، لو قلنا نخلص 120 للنهار، اذا نخلص 1200 ولا 1500 غير معقول. باش تبني اقتصاد متين لازم النقل فقط. برك لازم قبل ما يخرجوا القانون هذا يديروا دراسه ميدانيه عن طريق مكتب تاع خبره، تشوف حال في الطرقات، تشوف في الماركت تاعنا، شوف تقدر تشوف هذه كيفاش راهي في الفحم. انا في العاصمه شوف الحفرات صارت كامله. ثانيا نطلبوا اعاده النظر حتى تتماشى الامور، وحنا رانا كطرف يعني معني ومضرور نطالبوا منهم اعاده النظر لا في اسعار الوقود ولا في العقوبات ولا في الاتاوات. يعني هذه الغرامات الجزافيه اللي خذوها يعني في حقنا هي مجحفه اصلا مجحفه. وثانيا نطالبوا بالاحترام تاعنا كهيئه عامله، يعني كما احنا نقولوا اغلبنا يعني اللي الاخر بالك عنده 25 سنه خبره، واللي غلطه يعني في الطريق يعني دار غلطه ترقى لدرجه جنحه ولا جنايه يخلص وحده. خاطر كاين يعني كيما محضر المعاينه هو اللي بين هو اللي يكيف المخالفه ولا الجنايه ولا الجنحه عن طريق محضر معاينه، عن طريق خبراء سواء في الدرك ولا في الامن ويشوف. انا مانيش مسؤول على واحد يشرب شراب ولا ياكل كاشيات يدير اكسيدون وانا نخلص معاه. هذه غير معقوله، ونطلبوا من الدوله اعاده النظر في هذه القوانين رحمه بنا واستمرار يعني كما احنا نقولوا للمجتمع. يخلص المجتمع في النهايه. في النهايه راح يخلص المجتمع، لان رفع سعر الوقود راح ترفع سعر النقل اللي تفاوضوا عليهم على باليش، ومن بعد المواد الغذائيه قاعد يديها النقل راح تزيد في السومه، وراح القدره الشرائيه تنهار تماما، ماشي تنهار تماما. يعني الطبقه هذيك خاصه في مناطق الظل كما يسميهم الدوله، تسميهم مناطق الظل، هذو راح يولوا للذل ماشي للظل. فرق ما بين الظل والذل. يمشي تتحدث على السائق يخدم اكثر يخدم بالنقل الهاتف. ايه دوك انا هاتف النقل يخدم به بزاف، باسكو انت دوك الشوفير الكليون كيعيط لك، ما كاميو صغير ما كاميو كبير ماشي قال زعما اللي تمشي وتسقسي ولا لازم يشوف المابس. انت كيشوف المابس من بعد يحكموا الدركي ولا يحكموا الشرطي يقولوا عندك مخالفه. هذه ما عندها حتى معنى. هذه راحوا الى ابعد من ذلك. الشوفير الاخراني كيما قال لك كي يخلص 200 في النهار، هذا كي يخلص وانت تنحي له 1200 حبابك وين جات؟ ما عندهاش علاقه هذه، والله ما عندها علاقه. راحوا لابعد من ذلك. السيبور وحده بلا ما راك تهدر بلا راك مبرونشي. السيبور راحوا لابعد من ذلك في التقنين تاعهم، يعني راحوا لاقصى اليمين كاع. السيبور تاع التليفون برك 1200 ما يلقاكش تهدر ولا راك زعما. احنا الخدمه تاعنا بالمابس حياه ذكيه، ما يتقبلوها بسيف عليهم، حياه ذكيه. درك انا يقول لي روح ديشارجي في وهرن، نهضر مع المشتري مسرع يقول لي البلاصه الفلانيه الشركه اسمها هكذا، ندخل المابس يديني حتى لعنده. هو الرقمنه هذا كل الرقمنه. هي الرقمنه وداخله في تطور المجتمع وداخله في هذه هي الله غالب. دوك كاميو باش تسوقو درك باش تروح دير بارمي نورمالمون بماستر دو. يا ودي واحد الالكترونيه كيمشي وحده، يعني يمشي بلا سائق، سيمي يمشي بلا سائق. احنا مازال نهضروا درك على 1200 تاع 1200 والله كيما حنا ما جاتش والله ما جات. الله غير فيها يجحاو كاملين احنا. والبرلمان اول حاجه البرلمان تقول ماهوش عايش معنا البرلمان. انتخبناه من اوساط نتاوعنا، من احياء شعبيه، من فئه يعني تقدر تقول مطحونه يلحق لثم اللي يشرع ليا، يشوف المنظومه الصحيه، يشوف المنظومه الاجتماعيه، يشوف اسباب الحرقه، يشوف ولا يشرع لي ضدي.
يديني للحبس وخلصني في غرامه ماليه 200 مليون، نقول لهم تحيه. هذه يعطيكم الصحه.